السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب جميعا ان شاء الله تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا. النهارده هنعمل اكله كده على السريع ومش هنقف في المطبخ كتير، الجو برد جدا. بقالنا كام يوم بناكل بقى شوربه وطبيخ ورز وشوربه عدس وحاجات تدفي. فالنهارده قررنا نعمل اكله على السريع وفي نفس الوقت مغذيه وحلوه جدا. عملنا زي ما انتم شايفين كده مكرونه بصلصه وبطاطس محمره، وعملنا الطاسه الحلوه دي. الطاسه دي عباره عن اكله اسكندراني، وهتشوفوها معايا كده خطوه بخطوه. عباره عن كبده وقلوب وصدق او سجق زي ما انتم ما بتنطقوه، احنا عندنا بنقول صدق يا جماعه. ممكن تضيفي عليها كمان كلاوي، ممكن تحطي فشة تستلق وتحمر معاها، ممكن تحطي طحال زي ما تحبي. هي بتتعمل دايما كده في محلات بيسموها محلات المذبح، بيعملوها دايما كده، بيقولوا عليها أكلة سمين أو حاجة زي كده. بس بيزودوا بقى فيها كفتة وبيحطوا فيها فشة وبيحطوا فيها كلاوي وحاجات كتير، بس احنا عملناها بالثلاث حاجات اللي احنا بنحبهم، وكانت بجد تحفة يا جماعة. عايزين بقى عيش بلدي كده وشوية طحينة وسندوتشات واديها بقى. بس هم عندنا بيغوا المكرونة جنب الحاجات اللي زي كده، فعملنا لهم اللي هم بيحبوه. بس انا ومامتي بصراحة عملنا سندوتشات كده في عيش بلدي، وعملنا سلطة كده خضرة جنبه جرجير ويعني قعدنا وديناها بقى. يلا بينا نشوف مع بعض كده الفيديو من اوله ونشوف طريقة التحضير. انا هنا معايا نص كيلو من القلوب ونص كيلو من الكبدة. تمام كده. القلوب دي من الحاجات يا جماعة الحلوة قوي وما بتبقاش متوفرة كتير عند الجزار، بتتلهف على طول وتتاخد. معايا معلقة صغيرة من الكمون وشوية شطة كده وراس توم وقرن فلفل مخرطات. دي التحبيشة اللي احنا هنحبشها بعد ما ندقها في الهون او نضربها في الكبة. هنزل كده بمعلقة كبيرة من الخل على الكبدة واقلبها. الكبدة دي بلدي يا جماعة، ففي ناس بتقول ان هي مش بتغسلها، فانا صراحة يعني مش بقدر، فشطفتها شطفة كده خفيفة وحطيت لها معلقة من الخل. تمام. يعني حتى لو كبده مجمده برضو بشطفها بلدي، بشطفها مش بقدر بصراحه. وهنا برضو حطيت معلقه من الخل على القلوب وهقلبها كده. القلوب ما فيش منها على فكره مجمد، دايما بتلاقيها في المحلات بس البلدي، يعني الاكل من حلات اللحمه البلدي هي بس اللي بتبيع القلوب، يعني ما تلاقيهاش خالص في مجمدات يعني. حطينا بقى معلقه من التتبيله اللي احنا دقيناها، اللي انا شورتها لكم في الطبق بعد ما دقيناها كده بالهون، ونزلنا كده على الكبده برضو بمعلقه وقلبنا بقى فيها. وهنسيبها في التلاجة تقعد شويه كده بتاع حوالي مثلا نص ساعه ساعه. ولو انت مستعجله حمري على طول، لكن احنا كان عندنا وقت فحطيناها في التلاجة ساعه. هنا بقى حطينا شويه زيت كده محترمين وهننزل بالقلوب. القلوب بتاخد سوا شويه زيها زي الكلاوي، فانزلي بيها الاول، ما تنزليش بيها مع الكبده علشان ما تبقاش بتشد وانت بتاكليها. هنحمر بقى القلوب بتاعتنا كده، واول ما تبتدي ان هي تدخل في التسويه، طبعا القلوب من الحاجات اللي بتجيب ميه، تمام، فهي الميه بتاعتها هي اللي بتسويها. فاول ما تدخل معانا في التسويه ننزل بقى بالكبده، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. بصوا هي جابت ميه ازاي زي ما انا قلت لكم، بس بتبقى طعمها حلو قوي قوي. انا بالنسبه لي بحبها اكتر من الكلاوي، يعني انا عندي ولادي بيحبوا الكلاوي، بس انا ما لقيتش عند الجزار ساعتها كلاوي، كنت هعملها بكلاوي كمان، كنت هحط كمان اضافه رابعه الكلاوي، بس انا ما لقيتش كلاوي ساعتها عند الجزار. بعد ما القلوب بتاعتنا اتحمرت كده 3/4 تحميره، نزلت بقى بالكبده، زقتها كده على جنب، ونزلت كده بالكبده علشان الكبده كمان تتحمر معانا. طبعا انا حاسه ان النار من الناحيه اللي هناك اقوى شويه، فلفيت الطاسه كده علشان تتحمر الكبده مع القلوب كده وكله بقى يتشوح مع بعض. نزلت بقى بقرنين فلفل خرطتهم كده تخريط ظاهر كده وكبير، علشان انا مش عايزاهم يتهروا خالص، يعني يبقوا كده معقولين. الفلفل ممكن تنزلي بيه في البداية وممكن تنزلي بيه كده في النص، هو الاسكندراني دايما بيحطوه كده في النص. نزلت بقى بالملح بتاعي، لان انا لما بدق التوم مش بحط فيه ملح، انا بحط الملح كده وانا بحمر على البوتاجاز. هنحمر بقى الكبده والكلاوي ونخليهم يستووا مع بعض خالص، يعني مش عايزينهم ان هم ايه يبقى فيهم تركات. معايا نص كيلو بقى من الصدق او السجق، قطعته بقى كده عقلات صباع كده على قد عقلة الصباع، شطفته وحطيت له شوية مية. بس الصدق بتاعي حلو قوي، ما جابش خالص ايدام يا جماعة، هتشوفوا شوية الايدام اللي نزلوا منه.
الجزار بصراحة ما شاء الله عامله حلو قوي، ومش بيبقى فيه اقدام كتير، وده دليل ان هو معمول ما فيهوش بقى دهون كتير وكلام من ده. هنحمره كده في شويه الميه، وهنضيف له الاضافات بتاعته شويه، لان طبعا بيبقى فيه توابل. هنضيف له بس شويه فلفل اسود و رشه بس ايه ملح بسيطه خالص، وهنقلبه كده مع شويه الميه ينشف فيهم ويتحمر. او بصوا بقى كده نشف في الميه بتاعته واتحمر. شايفين ما جابش اقدام غير، بصوا هتشوفوا نقطه الاقدام دي. انا ما حطيتلوش سمنه ولا زيت ولا اي حاجه، انا حطيت له زي حوالي ربع كوبايه ميه كده، وسبته يتحمر فيها مع رشه ملح ورشه فلفل اسود. واول ما اتحمر معايا نزلت بقى على الكبده ومع القلوب كمان، وهديهم بقى تقليبه علشان كلهم ياكلوا من طعم بعض، ياكلوا من طعم كده الصدوق. برضو الصدوق بيبقى فيه تتبيله وخلطه حلوه، فتدي طعم حلو كده للكبده بتاعتنا. تقليبه كده على النار بتاع حوالي 5 دقايق، وبعد كده نغرف بقى ونحط ناكل على طول. لو عايزه بقى تحطي في عيش فينو، يا سلام يا سلام، بيبقى تحفه بجد. الاكله دي بتبقى رهيبه لما بتكون في عيش فينو، او بتكون في العيش البلدي اللي هو بالرده، بتبقى حلوه جدا. فاحنا بصراحه كان ولادي عايزين مكرونه، فعملنا مكرونه. المكرونه بتاعتنا عباره عن بنحمر بصله ونضرب طماطم في الخلاط، عشان انا ما صورتهاش، نصفيها وننزل على البصله اللي اتحمرت خدت لون، وبعد كده نحط ملح وفلفل اسود ومكعب مرق وشويه شطه. تمام، بس ده كل اللي بنعمله. المكرونه سيبها تتسبك، واهو كده ده طبق المكرونه بتاعنا اللي انا بقول لكم على طريقته. شايفين بقى دي الطاسه بتاعتنا تحفه يا جماعه، بجد طعمها حلو قوي، وكمان كميه حلوه. يعني ده انتي نص كيلو من هنا ونص كيلو من هنا ونص كيلو من هنا، هتبقى معاكي كيلو ونص. ده انا كمان الطبق معايا اللي قدمت فيه يعتبر مش فرداها كويس، كانت عايزة طبق اكبر من كده علشان تظهر وتبان وتبقى ايه يعني واضحة كده. يعني انا لو غرفتها لكم في سيرفيس اكبر من كده هتشوفوها ان هي اكتر كمان، لان هي ما شاء الله الكمية رمت معايا كيلو ونص. لو انت بقى بتحبي مثلا الكلاوي ممكن تجيبي بقى مثلا نص كيلو، عشان الكلاوي من الحاجات برضو اللي بتكش، فمحتاجين نص كيلو علشان مش هتبان لو جبتي ربع كيلو. اما انت بقى لو عدد صغير عننا، يعني ممكن تجيبي مثلا ربع كبده، ربع كلاوي، ربع قلوب، ربع صدق، هيكمل معاكي كميه كيلو. هيبقى معاكي كميه كيلو، وهتاكلوا وتشبعوا وتشقلطوا، يعني شقلباظات كده، تعملوا شقلباظات. يا رب بقى الفيديو كده يعجبكم، وما تنسونيش بقى في لايك وشير وسبسكرايب للقناه، ولو اول مره تشوفوني فعلوا زر الجرس علشان يوصلكم اي حاجه جديده انا بنزلها. بشكركم جدا جدا. والاكله بس كان ناقصها طحينه وكان ناقصها سلطه، احنا كنا عاملينهم بس ما صورناهمش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.